طول عمري كنت بتشتم عادي، يعني جمهور الاهلي ما يحبنيش مثلا، لكن اول مره اتشتم من جمهور الزمالك. احنا نشتمك انت يا مصطفى فخراني؟ يا راجل ده احنا بنضحك عليكم ليل ونهار. طب جماهير الزمالك تشتمك؟ طب اسأل ليه شتموك، اعرف ليه، اعرف ايه حقهم، يعني ليه بيقولوا كده. انما انت جماهير الاهلي على طول بتشتمني، وجماهير الزمالك انا اللي كنت مستغرب. طب يا ترى وبعد ما شتموك ايه موقفك؟ عرفنا. واتشتمت، ولكن لاول مره يعني انا بكيت، ولكن بعد ما قعدت ورجعت الشتايم تاني، والله العظيم والله العظيم الشتايم كان فيها عشم. يعني اول مره احس ان انا بتشتم وانا مش زعلان بعد كده، بعد ما قعدت. يعني لما يجي لك حد يقول لك مثلا يعني حرام عليك يا ابن كذا، انت كنت مثل اعلى بس احنا زعلانين منك بقى اني اتشتمت. يعني بعيدا عن لا حول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني الجماهير بتقول لك حرام عليك يا ابن كذا، عمال تشتمك وانت بتقول قعدت ابكي، وبعد كده تقول الشتايم كان فيها نوع من العشم، ده بيقول لك يا ابن كذا. والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه. انتوا بتوروا وشكوا ازاي لاهاليكم؟ صلوا على النبي وقول افضل الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان اوصل لك كل جديد. زي ما سمعت معايا مصطفى الفخراني اللي هو بيتشتم، وبعد كده يقول لك الجماهير بتشتمني بامي واصل في عشم. اسمع بقى كابتن خالد الغندور بيقول ايه وارجع لي. جمهور بعد مباراة الأهلي وهتكلم عنها. بعد مباراة الأهلي جماهير قعدت تشتمني، تقول لي إيه؟ شفت آخر تطبيلك لمرتضى منصور؟ خلي عندك كرامة وسيب سيب القناة. خلي عندك كرامة وسيب القناة عشان خاطر بتقبض. فاجي أقول لهم إحنا هنا، وأنا شخصيا دائما مساند للزمالك. كابتن خالد انت كنت مختفي في الايام اللي فاتت دي، وبعدين مين قال لك يمشي يا جدع؟ يا جدع ده احنا بنضحك عليكم. والله احنا كجماهير سواء اهلي وفي بعض من جماهير الزمالك بيضحكوا عليكم. احنا بنضحك على مقولاتكم وعلى كلامكم الجميل ده. احنا عارفين كده كده ان انت مش ماشي، يعني يسيبك انت من البقين اللي انت بتقولهم دول. كمل لنا يا كابتن خالد. الزمالك اما كان معاه فلوس كتير جدا وعنده استقرار مالي واداري، قدر يجيب عبد الله السعيد نجم مصر والنادي الاهلي وصاحب انجازات كبيره جدا في النادي الاهلي، يجيبوا الزمالك. جابوا الزمالك ليه؟ عشان عبد الله السعيد وكابتن سيد عبد الحفيظ قال له شوف مصلحتك، احنا عرضنا كذا. فاللاعب كان بيشوف ان في لعيبه اجانب بتيجي بمبالغ كبيره جدا وبتدفع لانديتها، وكمان هما بياخدوا فلوس اكتر منه. فانا موجود عندك وانا نجم، ليه ما تدينيش فلوس اكتر؟ لا، هو كده، هو ده النظام. فاما عبد الله سعيد جه للزمالك ليه؟ هل حبا في الزمالك، او عبد الله سعيد محترف قال لك خلاص انا مرحله عديتها عايز اروح الزمالك هيديني فلوس افضل؟ يا ابن عبد الله السعيد مين يا ابن اللي انتوا بتتكلموا عنه ده اللي جه لعب في الزمالك؟ هو ما فيش الا عبد الله السعيد كان لاعب الاهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي اللي انتوا خدتوا منه صورة واحدة ب 40 مليون جنيه. ده اللي اقدر اقوله لك يا كابتن خالد. انما يجي يلعب عندكم وعشان الفلوس وي يا كابتن خالد احنا في 2023 اهو داخلين على 2024 ان شاء الله، ولسه ما تعاقدتوش مع عبد الله السعيد. عمالين تبوسوا ايده لما كان في الاهلي، والاهلي اداكوا بالقلم، هو اداكوا بالقلم وراح بيراميدز، وعمالين تبوسوا في ايده عشان يوقع معاكم ومش عارفين تجيبوه. هو ده اللي انتوا خدتوه من عبد الله السعيد، هي صورة واحدة يا كابتن خالد. كمل لنا يا كابتن خالد، وعايزك تستحملني شويه عزيزي المشاهد عشان الفيديو ده طويل شويه. كمل يا كابتن خالد. فاكرينه اكيد. طلع العفريت، فجه المسؤولين في النادي الاهلي قالوا له والنبي يا عم العفريت، احنا عايزين نشارك في دوري الابطال واحنا في المركز الثالث، هل ممكن يا عم العفريت تعملها لي دي؟ فالعفريت يقول له انت يا عم انت بتهزروا ولا ايه؟ انا عفريت بس مش للدرجه دي، يعني ده عمرها ما حصلت في افريقيا. هو انا عشان عفريت يعني اخليك وانت مركز ثالث تشارك في دوري الابطال؟ يا عم خليك عفريت كده واعملها لنا. فالعفريت ولا سحر بقى ولا شعوذه، العفريت خلى النادي الاهلي يشارك في دوري الابطال في المركز الثالث. طب العفريت بتاع الزمالك، العفريت بتاع الزمالك ولا شاركنا في السوبر ليج، تمام؟ خلى مازيمبي يشارك في السوبر ليج، مازيمبي عشان الموقع.
يشارك في السوبر ليج، وانيمبا النيجيري يشارك في السوبر ليج. اذا اللي بيشارك في السوبر ليج مش هم ابطال يعني، لا. كويس ان انت عارف ان رجب بحة ده شغله حلو قوي معانا في افريقيا وما اتغلبناش من ساعه ما جينا. انت بتقول اهو اللهم لا حسب قول اعوذ برب الفلق يا اخي. طب يا كابتن خالد ما تستحملوا السحر ده كده في البطوله العربيه يعني، ورونا. وبعدين مش جديد عليكم يا كابتن خالد، عارف ليه مش جديد عليكم؟ ان انتوا على طول بتؤمنوا بالكلام ده. واظن في فيديو لاحمد حسام ميدو قديم شويه اما كان مدير فني لنادي الزمالك، هو اللي طلع قال لك احنا معانا شيخ هو اللي بيقول مين يلعب ومين ما يلعبش، وامتى ننزل الملعب وامتى ما ننزلش. لان انتوا النادي الوحيد اللي مؤمن بنظريه السحر في الكوره دي في مصر. انتوا اللي بتداروا على فشلكم بحوار السحر، وللاسف في بعض من الجماهير الغلبانه بتصدقكم. انا مش عارف والله انتوا بتنشروا الجهل لغايه فين. كمل يا كابتن خالد. وكأن اي واحد من اللي بيتكلموا وبيشوفوا يا عيني ما بيقبضش، يا عيني ما بيشتغلش عشان اسرته وعياله خالص، يا عيني لو شاف رئيس شركته واقف قدامه ما بيوقفش زي الالف. لا استنى بقى يا كابتن خالد، هو حد قال لك ان انتوا ما بتاخدوش فلوس؟ لا انتوا بتاخدوا حبيبي. انت المفروض توجه الكلام ده عارف لمين؟ لكابتن جمال فله، كابتن جمال عبد الحميد. انت المفروض تقول له الكلام ده، قول له احنا بناخد مرتبات. عارف ليه؟ لان هو طلع قال لك زي ما قال في الفيديو ده كده، كان بيستفاد منه وطلع من الاستفاده ديت، فهو بيستفاد من حد تاني علشان يشتري في نادي الزمالك، عشان حد تاني يخش نادي الزمالك ويجيبه تعالى استفاد تاني. صدقني هو ده اللي انا استنتجته وانا في مجلس اداره. انا بقول ايه؟ بص، هم بيحاربوا ليه على مجلس اداره؟ ده احنا ما عندناش فلوس والله العظيم. ولا خلاص الفلوس اللي خلصت، متطوع ما فيش فلوس، هجيب فلوس منين؟ فعرفت بقى ان هم يعني عايزين ليه؟ هم عايزين ليه؟ عايزين ليه؟ شوف انا بعت عربيتي يا كريم، بعت عربيتي، عارف والله. فشوف. سمعت يا كابتن جمال؟ كابتن خالد الغندور بيقول لك كلنا بناخد فلوس. مش انت بتقول انا بعت عربيتي ومجلس الاداره ده عمل تطوعي والمستشار قفل الحنفيه اهو، وشهد شاهد من اهلها. كابتن خالد الغندور خلص لكم كل الالسنه وقال لكم ان كلكم عبيطه. اسمع كابتن احمد حسام ميدو على تصريحات وسيريو، اما اوسيريو يقول افضل لعيب بيلعب، افضل فريق بيلعب كوره في مصر هو النادي الاهلي. اسمع كابتن ميدو كان رد فعله ايه. في الدوري المصري فريق واحد فقط الذي يفوز مهما كانت الظروف، وهو الاهلي، سواء كان الفوز من ركله ثابته او من تحول هجومي. ارجع لي تاني معلش. كوتش اوزوريو، انت بتدرب بطل الدوري في اخر موسمين. مش اهلي مين يابا؟ اهلي مين؟ انت جاي بتدرب فريق واخد 2 دوري ورا بعض. اوسيريو انت نسيت ولا ايه؟ ده انا كابتن ميدو. اهلي مين اللي انت جاي تتكلم عنه؟ شكلك كده اوسيريو مش هتكمل، عشان الراجل قال الحقيقه. اوسيريو قال لك افضل فريق بيلعب كوره هجوميه في مصر هو النادي الاهلي. بينزل المباراه عارف ازاي ينتصر، سواء من هجمه مرتده او من كره ثابته او عدد مزايا كتير في النادي الاهلي. طبعا كابتن احمد حسام ميدو، لا طبعا انت جاي بتدرب فريق اسمه الزمالك، فريق كبير. طب يا كابتن ميدو مش ده اوسيريو اللي انت جايبه؟ طيب انا بص مش هرد عليك، انا هسيب كابتن رضا عبد العال اللي الفيديو بتاعه يبقى طويل شويه بيتكلم لك عن مستشار مرتضى منصور والفلوس اللي دخلت الزمالك والفضايح اللي في داخل نادي الزمالك. اسمع مع كابتن رضا عبد العال. انا يعني هو اتعرض عليا ان اشتغل في قناه الزمالك، وبقولها لك على الملأ وهو اللي قال لي، وانا قلت له لا. واخد بالك؟ كذا مره يتعرض عليا ان انا، واسال اسلام واسال الاستاذ ايهاب جلال، يعني ما اخر مره هم اتوسطوا ان انا قلت لهم لا ما ينفعش، حتى ما عملنا مداخله. واخد بالك؟ فهي المشكله كلها ان هو مالوش عزيز، طالما انت جيت حد من اولاده يبقى خلاص ما يطلع يهبر فيك لا، احنا مش لا شغالين عندك. بتتكلم لمصلحه النادي، لمصلحته هو قبل مصلحه النادي. يعني كان لمصلحته هو قبل مصلحه النادي. واخد بالك؟ فهو ودني وبيسمع كلام ناس هي اللي مغرقاه وهي اللي مضيعاه، والناس دي ايام ما هو كان في الازمه الاولانيه اقسم بالله كله بعيد عنه، ولا كان بيكلموه ولا حد بيسال عنه. واخد بالك؟ واحنا كنا هنا بنتكلم عنه.
برغم ان كان بيجي لنا تحذيرات، وفي ناس تخش لنا تقول لنا ما تجيبش سيره كذا، وكنا بنقول هنا بما يرضي الله ومش عايزين منه حاجه. المشكله ان مش عايزين استقرار لنادي الزمالك، بس اتضح ان هو ما بيعملش استقرار لنادي الزمالك، ده هو استقرار لنفسه وللاولاد. انما استقرار ما ولا في دماغه نادي ده اللي عرفته مؤخرا بقى. وبعدين كذا مره نتكلم في حته ان اللعيبه اللي جت دي انتوا بتقولوا ان الراجل هو اللي جايبها، طب طلع لنا، انتوا بيقولوا عاملين مذكره لكل لعيب جه والراجل ماضي عليها، طب طلعوا لنا مذكره نعرف عشان بس ما نبقاش بنتكلم كلام في الهوا. فولا طلع حاجه ولا بتاع، واتضح ان النانوس هو اللي بيعمل كل حاجه، اللي بيجيبه ويمشي ويقعد دي حاجه. تاني حاجه انت بتقول لي على امام عاشور، انت دلوقتي ديانج بقى له كام سنه عايز يمشي؟ 3 سنتين صح؟ ده بمجرد قال له امشي اجيبه واقعده واقول له طب اقعد والنبي انت لسه كان النادي كان محتاج فلوس. طيب حلو قوي، واحده واحده معاك اهو، محتاج فلوس. محتاج فلوس عشان اجيب ايه؟ لعيبه تانية. صح؟ او تسديد غرامات ماليش دعوه، او مستحقات في النادي انا أو يا حاجات حبيبي لا بتصرف على حاجات كتير لا يعني. كل الحاجات دي هو مسؤول يجيبها كرئيس نادي. انا بتكلم دلوقتي انا هبيع محمد فاروق عشان هجيب 2 لعيبه 3 لعيبه احسن من محمد فاروق. فالفلوس اللي هاخدها دي هجيب بيها 2 لعيبه عشان اسكت الجماهير اللي هي هتيجي عشان ده امام ماشي. فانا لما اقول ان انا هجيب فاروق وهجيب رضا وهجيب مش عارف ايه واجيبهم، يبقى في الحاله دي ما حدش هيفكر في مين؟ في امام. تمام. يمشي ولا يقعد يبقى انت بتبيعه عشان تجيب مكانه الافضل منه. زي ما بعت حمدي فتحي بتقول ان في صفقه امام جايه مثلا. صح كده؟ تمام. هو ده الكلام. انت بعته، راحت فين الفلوس؟ جبت مين؟ ما جبتش حد. لا يبقى هنا بقى في حساب وعقاب. واخد ايوه بالك؟ بس امام اتباع في يناير. يا حبيبي ماشي، ما هو انا هجيب مش هلحق، ما لحقتش. يا حبيبي من دلوقتي امضي، ما انت مضي في يناير. ما هو الكوبري اتعمل في يناير وقلنا هنا الكلام ده. مضي حد تاني، سيبك من امام، مضي حد تاني تالت. واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، هو انا اسمع كلام اللعيب طالما ان في عقد حتى لو 6 شهور، لا يكمل ال6 شهور وبعد كده يمشي. مع ان انا اسمع ان هي 1.5 سنة مش 6 شهور. واخد بالك؟ لا اسمع دي لا ما ينفعش ان احنا نقول اسمع. لا هو قال 6 شهور ونادي الزمالك قال لك الحق بص احنا ما بنصدقش حد، لان بص انا دلوقتي لما انا بقول لك اهو عقد امام 6 شهور، انت شفته؟ لا. شفت الورقه؟ لا ما انا بطلع اهو كل مره اقول لك ايه، ادي الشيك اللي واخده ممدوح عباس. ورقه فاضيه يعني؟ لا ورقه، اي ورقه، بس انت شايف فيها ايه؟ لا. فانا بطلع اقول لك ايه، ده الشيك اللي خده ممدوح عباس. طب ممدوح عباس مع كل الاحترام طبعا الاستاذ ممدوح عباس، لما هو خد الشيك ده هرفع بيه تاني ليه؟ اديني عقلك، احنا مش في دوله قانون. لما انا الراجل اصرف له الشيك ويجي يقول لي حاجه تاني، واخد بالك؟ لا ده انا نفس الشيك، واخد بالك؟ لا ده انا هحبسه. ولا ده غلط؟ ايوه بس برضه هي صفقه نادي الزمالك يعني استفاد منها ماديا. ايوه استفدت ماديا، بس انت عملت بيها ايه؟ ما هو انا دلوقتي يا فاروق، انا زي ما الناس بتقول بيفضي الفرقه. لما انا هتعاقد مع 2 لعيبه كويسين في مصر هنا بفلوس امام عاشور، يبقى انا عملت ايه؟ عوضت غياب امام عاشور. زي اي يبقى كده ما حدش يقدر يفتح بقه. انا مشيته اهو، ولا هو عايز يمشي جبت لكم 2 مكانه، حد يقدر يفتح بقه؟ زي ما انت بتقول اهو حمدي فتحي مشي، التفكير بقى في مين؟ في امام عاشور. لا وكان في خطه ان انا في بوبو وفي لعيبه تانية. لا انا بكلمك على المكان. تمام. بوبو مش مكان امام، مش حمدي فتحي. تمام. انت فاهمني؟ فانا جبت فعشان كده يعني انت حطيت الفلوس اللي انت خدتها من حمدي فتحي في مكانها. انت بقى اخدت الفلوس جبت مين؟ ما جبتش حد. دي رقم 1. رقم 2، طلع من فتره من كام يوم كده وقال لك ايه المدير الفني واخد فلوسه. النهارده شايف له فيديو بيقول لك الراجل بقى له شهرين ما بياخدش الفلوس. طب نصدق مين ونكذب مين؟ يعني احنا مش عارفين بقى بجد يعني هنعمل ايه؟ الراجل خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه؟ بغض النظر بقى عن مستواه. اللعيبه كابتن يعني اكيد لازم يكون عندها الحاله اللي انت شايفها دي. ايوه يا عم الاداره. ما بص، مش في الكابتن التاريخي لمصر في كره اليد احمد الاحمر مش كتب مره على صفحته زهقنا كذب؟ كان يقصد مين؟
هو بيقصد ده ده ان مين؟ هو ده مين؟ انت عارف لا قول لي ده مين؟ هو ده اسمه ايه؟ ابو لمع. ليه بقى؟ لان يطلع يقول كلام وبعدها بيومين ثلاثه مفيش حاجه بتتحقق. هو الانجاز دلوقتي قبض العمال والموظفين، ده الانجاز التاريخي له. طيب هنتكلم بقى بجد بقى بصراحه، اي قضيه او اي مشاحنات او اي خلافات دخلها سواء في اتحاد الكره او مع النادي الاهلي او مع اي حد خسرها. هات لي مره كده كسب حاجه، يعني مثلا مره ماتش الاتوبيس اللي كان مطر. اتخصم منه. اللي كان مطر اتخصم منه ولا ما اتخصمش منه؟ ماتش احمد سامي، ماتش مره حرس الحدود. بلاش، مع كل احترام لفيوتشر، فيوتشر تعلم عليا وتاخد مني 2 لعيبه انا مضيهم، مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد. بس عشان القيد كان موقوف يا كابتن. ماليش دعوه، يعني عمر كان عشان القيد. مأمن نفسك يابا. يروحوا السنه دي يجوا لك السنه الجايه. بس مش هم اللي عملوا العقد، خلي بالك. امال مين اللي عمل؟ ماليش كان دعوه اللجنة مع تقريباً. اتذكر يعني حاجه زي كده. عملوا العقد ما عملوش العقد، بس هو جه في تاريخه. مفيش مره دخل في مشاحنات وخلافات وعملها النادي الزمالك. ما انا بقول لك اهو 3 ماتشات حرس الحدود وماتش النادي الاهلي وماتش المقصه. صح؟ طب فين حامي الحمى بقى؟ فين بقى الاسد؟ فين بقى السيف والدرع ولا الدرع والسيف؟ فين؟ اما احنا جايبينك عشان او ان احنا كلنا توسمنا خير ان انت كجماهير الزمالك ان انت بتدافع عن الحق. خلي بالك في ناس دلوقتي يقولوا كابتن رضا دي اشمعنى دلوقتي؟ ما خلاص يعني كان من الاول كان يقول الكلام ده. كان من الاول ايه؟ يعني لما كان مضحوك عليا. بتعترف يعني؟ طبعا. لان المعلومات اللي كانت بتجيلي كانت كلها ضحك على الدهون. كابتن رضا عبد العال كلمك كل ما يخص نادي الزمالك. انا مش هقول حاجه بعد اللي هو قالها. قال لك امام عاشور فلوسه راحت فين؟ انا اعرف منين ان العقد ده سليم ولا لا؟ اعرف منين التواريخ دي مظبوطه ولا لا؟ انا ما بصدقش حد. الناس دي كانت عايزاني اشتغل عندها، كله عشان الننوس. انت تبقى صاحبه وحبيبه بس ما تجيبش سيره الننوس. هو ده اللي قاله كابتن رضا عبد العال، وقال لك دي عزبه مرتضى منصور. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.